16 يوم بس على المونديال، وأنا صحيت من النوم لقيت صلاح كاتب على إكس كلمة واحدة وجعتني: أطول ليلة في حياتي، شكرا لكم على كل شيء. ياه يا صلاح. وبعدها بشوية قال لي بين إنه هيحسم مستقبله بعد المونديال. يعني المونديال ده مش بس كأس، ده مفترق طرق لصلاح كله. بس استنى، الخبر اللي رجع الدنيا: ميسي خرج من ماتش انتر ميامي وهو ماسك في رجله. الفحوصات طلعت إجهاد عضلي في الهامسترنج الشمال، مفيش تمزق، هيلحق المونديال. أنا هقولها بصراحة، أنا شايف إن ميسي مش هيكمل المونديال بنفس الطاقة دي. الراجل بقى 33 سنة وجسمه بيقوله كفاية. وكمان لويس دي لافوينتي طلع قائمة أسبانيا للمونديال وفيها رقم هيوجعك: صفر، ولا لاعب واحد من ريال مدريد، 8 لعيبة من برشلونة، ولا واحد ريالاوي. ده مش اختيار فني، ده بيان سياسي. والأهم، خبر غريب من نوع تاني: المكسيك وافقت تستضيف منتخب إيران كله أثناء المونديال لأن أمريكا رفضت تدخلهم على أراضيها. يعني الإيرانيين هيلعبوا في أمريكا بس هيناموا في المكسيك. حلو الكلام ده. مونديال سياسة قبل ما يكون كورة. وبعدين ميلان قلب الترابيزة كلها في ليلة واحدة. أليجري اتطرد، السي او فورلاني اتطرد، المدير الرياضي طارق اتطرد، ورئيس الكشافين منقادة اتطرد. 4 في يوم. النادي قال حرفيا الموسم ده فشل، لا لبس فيه. يا نهار. وفي الآخر خبر هيفرحكوا: مرموش قاد موكب احتفال مان سيتي مع هالاند في شوارع مانشستر. مصري في قلب الكارنيفال، والبريمير ليج كلها بتتكلم عنه. ده اللي محتاجين نشوفه في المونديال. 16 يوم بس وبنفتح المونديال. قولولي في الكومنتس، صلاح هيمشي من ليفربول بعد المونديال ولا هيكمل سنة كمان؟ أنا رأيي عندي، بس عايز رأيكوا الأول.